هل زيزو هيجدد ولا زيزو في النادي الاهلي؟ بالنسبه لنا الحوار ده بوخ قوي، بوخ فوق ما تتخيل. يعني مش عارفه جمهور الزمالك ازاي مستحملين الوضع ده، بجد ازاي مستحمل ان انت. اصل هقول لك على حاجه، لا قدر الله اللاعب ده ممكن انت تجدد له من هنا يا عيني، ولا قدر الله يتصاب من هنا. والله العظيم دي حاجه بتاعت ربنا، قسما بالله بتحصل كتير قوي. تبقى لاعب انت لا هي ما بتوقفش، هي الكرة عمرها ما وقفت على لاعب. زي ما بقول لك ممكن لا قدر الله يلعب ماتش بعد التجديد على طول تلاقيه اتصاب، تلاقي زيزو برضو مع السكواد بتاع الزمالك مش عارف يقدم لك حاجه، وده وارد جدا. مفيش لاعب في مصر يستاهل، مش هقول لك 100 مليون، هقول لك 25 مليون دول اللي هم بيتكلموا فيها دول، مفيش لاعب في مصر يستاهلها. يستاهل 25 و30 مليون والارقام اللي احنا بنسمعها. ليه انت شغال استثماري؟ شغال مستثمر انت في مصر بتجيب فلوس؟ انت شغال لاعب كوره، لاعب كوره مره بتصيب ومره بتخيب، ده مره بتصيب و10 بتخيب. يعني مثلا انا كواحده بشجع النادي الاهلي، زيزو لعيب كبير، زيزو لعيب كبير قوي، بس لا مش بالرقم ده، لا 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 خالص مش بالرقم ده، ومش بالطريقه دي. يعني طريقتهم مش احترافيه خالص. ممكن بالنسبه لابوه هي طريقه احترافيه لانه بيحاول يجيب في ابنه اعلى سعر ممكن، بس انت بتزايد على ابنك، انت بتزايد على. انا بالنسبه لي انا ممكن زيزو يكون اضافه للنادي الاهلي طبعا. في كاس العالم للانديه بتتكلم ان انت هترجع حمدي فتحي وفي تريزيجيه وبن شرقي وامام وبتاع، فلا طبعا هيكون اضافه. بس انا بالنسبه لي انا اشتغل على لاعب صغير لسه طالع زي محمد عبد الله، ده بالنسبه لي افيد بكتير من ان انا اجيب زيزو. واحد زي محمد عبد الله الوينج بتاعك ده مش مع كولر بقى، ما تستناش ان كولر يطور لك حد، قسما ده هو كبير ويطور نفسه وياخد بعضه ويتكل على الله على سويسرا مننا. لان انا اللاعب المدرب ده بالنسبه لي فكره ان هو يطور لعيبه دي ما بقتش موجوده، انه يطور لعيبه دي ما بقتش موجوده. شوف مروان عطيه مع المنتخب بيبقى عامل ازاي ومع كولر بيبقى عامل ازاي. شوف كل اللعيبه بقت عامله ازاي معاه، كل اللعيبه مستواها بينزل. شوف واحد زي حسين الشحات لما كان في التوب فورم بيقدم مستوى من احسن المستويات اللي ممكن لعيب يقدمها، وشوف عمل فيه ازاي. بيرسي تاو، احمد عبد القادر، ديانج، لعيبه كتير هبطت معاه، نزلت مستواها، نزل مع اليتش. واحد زي محمد عبد الله ده بالنسبه لي لعيب صغير لسه عنده 20 سنه وبيقدم مستويات هايله وجريء. يعني بالنسبه لي انا لما انا اشتغل على لاعب زي ده احسن بكتير من ان انا اجيب زيزو بالارقام دي، او مثلا يجي الاهلي ياخد 30 مليون و40 مليون في السنه. ليه؟ هيعمل ايه غير اللي الاهلي بيعمله؟ او يعني هيعمل ايه معلش؟ او حتى نادي الزمالك حتى هيجدد له على 70 80 مليون. ده انتوا بتاخدوا كونفدراليه يا جماعه، يعني انتوا اخركم كونفدراليه يا جماعه. هتدي اللاعب 80 مليون في السنه عشان تروحوا تاخدوا كونفدراليه؟ ده اصلا جوائز الكونفدراليه كلها ما تجيش ايه، بياخدوا كام في الكونفدراليه دي؟ يعني جوائز اصلا، ده لو زيزو جاب لك البطولات اللي انتوا مشاركين فيها كلها مش هيجيب المبلغ ده. ده لو زيزو جاب لك دوري وكاس وكونفدراليه وسوبر وكل البطولات مش هيجيب لي الرقم، مش هيجيب لك ال 80 مليون جنيه دول. انت متخيل؟ اصلا البطولات دي كلها، يعني اصلا دوري ابطال افريقيا تقريبا جوائزه 2 مليون دولار او مليون ونص حاجه كده يعني. يعني في الاول وفي الاخر الارقام بقت خياليه، بامانه الارقام بقت خزعبليه، خزعبليه. احنا بنسمع انت ده مش لاعب انت بتشتريه، مثلا بتروح تشتري لاعب مثلا فبتدفع فيه 2 مليون دولار مثلا، وبيجي معاك ياخد عقد مثلا او بياخد مرتب 15 مليون او 20 مليون في السنه. ده انت لاعب بتديله مرتب سنوي 80 مليون، 80 مليون مرتب سنوي. ما انت هتلاقي الناس كلها بتتمرد عليك. واحد زي عبد الله السعيد اصلا انت شايل لك الفرقه، انت نادي الزمالك من غير عبد الله السعيد صفر ولا الهوا. واحد زي عبد الله السعيد ده هيطلب كام؟ واحد زي ناصر ماهر ده هيطلب كام؟ اي واحد بقى اي لاعب في الزمالك ده هيطلب كام؟ او واحد مشجع زملكاوي يقول لي انت مالك هو يستاهل؟ لا هو ما يستاهلش، هو ما يستاهلش. ما فيش لاعب في مصر يستاهل ان هو ياخد مرتب 80 مليون جنيه في السنه. ليه؟ ليه يابا؟ ليه؟ ايش كل اللي هيجيبهولك زيزو عشان ياخد 80 مليون جنيه في السنه؟ ما تشغل دماغك. والله العظيم اقسم بالله تاني انا زيزو ما فارق لي وجوده في النادي الاهلي. كل اللي احنا بنعمله ده كتفك مش اكتر، يعني بنخوفك مش اكتر. وفي الاخر انا اتمنى ان زيزو يجدد في الزمالك، اقسم بالله انا اتمنى ان زيزو يجدد في الزمالك، لان دي طريقه وحشه. انتوا بتتعرضوا لاسوأ انواع الابتزاز اللي ممكن يتعرض لها نادي في العالم. ده انت قعدت في جنوب افريقيا مش عارف ترجع عشان انت ما عندكش طياره خاصه، ما عندكش طياره خاصه ترجعك توديك وتجيبك زي كل النوادي المحترفه اللي في العالم. بتقول على نفسك اكبر قلعه رياضيه في مصر وانت ما عندكش طياره خاصه تودي لعيبتك وتجيبهم. ازاي انت كمشجع يعني راضي على اللي بيحصل ده وقاعد تتابع وتشوف زيزو هيجدد ولا لا؟ ما يجددش يابا، ما يروح اي نادي تاني. دول بشوف هو ده الفرق دايما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، احنا ما عندناش عزيز،
ما عندناش عزيز والله. لو جبت لي ايه، شوف محمد مجدي قفشه ده اللي جاب لي دوري ابطال افريقيا ده، اللي انتوا بالمقابل ناصر منسي جاب لك جون في السوبر الافريقي، لعيبتك الجمهور بتاعك كان بيطوف حواليه في الماتش اللي فات بتاع الكونفدراليه ده. انا بالنسبه لي قفشه ده قسما بالله لو عمل اللي زيزو، لو عمل ربع اللي زيزو بيعمله ده، مين احسن من قفشه بكتير واحسن من زيزو بكتير. ومشي، وعادل النبادي ما بتقفش على حد. فرجاني ساسي مشي من عندك، وطارق حامد مشي من عندك، ومصطفى محمد مشي من عندك، وبن شرقي مشي من عندك، وامام عاشور مشي من عندك، وعادي. بالعكس انت ممكن زيزو يمشي من عندك تلاقيك طلعت وينج تاني احسن من زيزو بكتير. بس ان لاعب ياخد مرتب 80 مليون في السنه وبتأمر وبتشرط، دي حاجه مبالغ فيها جدا. وتاني وتالت بقول لك، احنا جمهور الاهلي اقسم بالله العظيم لو سالت اي مشجع فينا، كل اللي احنا بنعمله ده ما هو الا كيد فيك مش اكتر. لكن انا في الاول وفي الاخر مش حاسه ان زيزو ممكن يضيف لي حاجه للنادي الاهلي، وحاسه ان اي لاعب صغير او اي وينج تاني في النادي الاهلي هيكون افيد لي من زيزو بكتير. لان اصلا زيزو بدا مستواه ينزل، بعيدا عن اي حاجه هو بيقدمها او اي حاجه هو بيعملها. زيزو بدا مستواه ينزل، وفي السنه الاخيره دي زيزو ما قدمش ربع مستواه في السنين اللي فاتت. فانا بالنسبه لي زيزو زي اي لاعب في مصر، زي اي لاعب في مصر. اخره خالص ان هو ياخد 25 مليون 30 مليون في السنه، ده اخره خالص. لكن 80 مليون والارقام دي صدقوني انتوا بتفتحوا على نفسكم فتوحه مش هتعرفوا تقفلوها، صدقوني. في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك والله العظيم، اي لاعب في الاهلي او في الزمالك محدش فيهم يستاهل ياخد اكتر من 15 مليون جنيه في السنه. واي لاعب يطلب اكتر من كده، انا بشوف ان اي اداره من الادارتين يسرحوه يقولوا له اتكل على الله من هنا، مالكش مكان. لان هي دي سقف الرواتب بتاعنا، المفروض يكون في سقف رواتب عشان اللاعب يبقى عارف ان هو بيتعامل مع نادي احترافي في سقف للرواتب بتاعه. انما انتوا تسمحوا للاعب ده ان هو يقعد يبيع ويشتري فيكوا كده؟ انت مش كده اكبر قلعه رياضيه في مصر، انت كده بتسمح للاعب ان هو يبتزك ويسحب منك فلوس على قد ما يقدر. وده في عمره ما بيحب الفريق. ده لاعب بيحب نفسه مش اكتر، وبيحب مصلحته مش اكتر.